ما نبقاش احنا رايحين المسجد نصلي جماعة وانت جايب ابنك الصغير يصلي ورحت داخل في الصلاة من غير ما توقفه جنبك ومن غير ما تعرفه اداب المسجد، والواد بهدلنا احنا في الصلاة ويعدي من ما بين رجلينا ويبهدلك في الصلاة ويقعد فوق كتفك وعمال يجري رايح جاي قدام المصلين، وفي الاخر لما تخلصوا صلاة تقول له يلا حبيبي احنا خلصنا صلاة. لا، انتوا خلصتوا على صلاتنا احنا، انتوا فعلا بوظتوا صلاتنا احنا. حبيبي في ادب للتعامل مع الاطفال، في ادب بنديه اصلا للاطفال عشان يفهموا المفروض يتعاملوا ازاي، في ادب في المسجد، في ادب في البيت، في ادب في الزيارات الخارجيه، المفروض ده كله حضرتك تقوله لابنك. بستغرب من الاباء اللي يبقى ماشي جنب ابنه في الشارع ومنتهى الصدفه يقول لابنه تف على ده حبيبي، ولا اشتم دوت وقول له يا ابني كذا. حاج انت محتاج تتربى انت وابنك، ما ينفعش. انا بستغرب من الحاجات دي، ازاي تقول لابنك يشتم فلان او يقول لفلان يا ابن كذا او يتف على فلان؟ ده مش تربيه. انت كده محتاج حد كبير يمشي معاك انت وابنك، يعلمك انت ايه الصح وايه الغلط، ويعلم ابنك هو كمان ايه الصح وايه الغلط. مش طبيعي يا جماعه اللي بيحصل ده. ربوا ابنائكم يا جماعه وعرفوهم ايه الصح وايه الغلط. ابنك دوت او بنتك ده المفروض ان انت مخلفه، من احد الاسباب اللي انت مخلفه عشانها ان هو بعد وفاتك يكون صدقه جاريه ليك، يعمل كل الخير في الدنيا عشان ده يعود عليك انت بكل الخير، مش يبقى ماشي في خلق الله بيأذي خلق الله وقرفنا في عيشتنا ومبهدل الدنيا ومبوظ المجتمع بقله ادب وطولة لسانه والحاجات اللي بيعملها غلط اللي انت علمتها له. ما كل ده هيعود عليك انت بالسلب، وكل ده في الاخر هيجي على دماغك انت وبس كده. ولو عجبك المحتوى دوس لايك وشير عشان تدعمني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.